واش عمرك تسائلتي علاش جدودنا كانوا عايشين بصحة وقليل فيهم اللي كان كيعاني من الأمراض مزمنة، وحنا اليوم رغم التطورات ولات الأمراض بحال السكري، الضغط والسمنة كتزاد كل نهار. واش المشكل في الجينات ولا شي حاجة تبدلات في حياتنا؟ الحقيقة بسيطة ولكن صعيبة في التطبيق. حنا بعدنا بزاف على الأصل ديالنا خصوصا في التغذية. جدودنا ما كانوش كيعرفوا الدايت ولا السعرات الحرارية ولا البروتين ولا الكربوهيدرات، ولكن كانوا كياكلوا بصح: خبز بلدي، زيت زيتون، خضر موسمية، قطاني وشوية ديال اللحم. وبلا ما يحسوا كانوا كيتبعوا واحد النظام غذائي اللي اليوم العالم كامل كيهضر عليه، اللي هو ميديتيرانيان دايت. هاد النظام ماشي شي حاجة غريبة علينا، راه هو نفسه الماكلة المغربية التقليدية، ولكن قبل ما تدخل عليها التحولات. اليوم ولا الخبز الأبيض مصنع، السكر داخل في كل شيء، المشروبات الغازية ولات عادية، والماكلة السريعة ولات أسلوب حياة. والنتيجة طاقة قليلة، صحة كتضعف، وأمراض كتكثر. ولكن السؤال المهم، واش خاصنا نرجعوا نعيشوا بحال زمان؟ الجواب هو لا، ولكن خاصنا ناخذ منهم الأساس ونطبقوه بطريقة عصرية. شنو هو النظام الغذائي المناسب لينا كمغاربة؟ نظام بسيط، متوازن وقريب للطبيعة. الفطور: خبز بلدي، زيت زيتون ولا البيض، شي يوغورت ومشروب بلا سكر. في الغداء: طاجين بالخضرة أو عدس أو لوبيا أو سمك. وفي العشاء: خفيف، سلطة، شوربة أو فاكهة. وبين الوجبات: فاكهة موسمية أو حفنة ديال المكسرات، حتى هي غتكون مزيانة. السر الكبير ماشي هو شنو تاكل، بل هو منين تاكل. كل محلي وكل موسمي وكل طبيعي، حيت الخضار ديال الموسم أرخص، أكثر فائدة وأقرب لجسمك. دابا نجيو لأهم نقطة: الاستدامة في التغذية. ماشي غير تاكل صحي، ولكن تاكل بطريقة تقدر تكمل عليها طول حياتك وبلا ما تضغط على جيبك. كيفاش؟ أولا، نقص من اللحم وخلي القطاني أساس، العدس، الحمص، اللوبيا رخاص ومفيدين. ثانيا، طيب في الدار، راه أرخص وأصح. وثالثا، نقص التبذير، استعمل كل شيء، ما تضيع حتى حاجة. رابعا، شرب الماء وخلي المشروبات المصنعة بعيد. إلا كنتي كدير رياضة، راه هاد النظام غادي يعطيك طاقة طبيعية ويقوي الأداء ديالك بلا مكملات غالية. في الأخير، القضية ماشي دايت مؤقت ولا ترند جديد، القضية هي ترجع التوازن اللي ضيعناه، وتاكل بوعي وتحترم جسمك وتفهم أن الصحة ماشي صدفة. جدودنا ما كانوش عايشين مثاليين، ولكن كانوا قريبين للطبيعة وقريبين لأجسامهم. ويمكن الحل اللي نقلبوا عليه اليوم راه كان عندهم من زمان. إلا بغيتي تبدل حياتك، ما خصكش تبدا بحاجة معقدة، غير رجع للأصل. إلا عجبك الفيديو، دير وكتب لي في كومونتير وشنو أكثر عادة غذائية باغي تبدلها. متنساش بارطاجي الفيديو مع صحابك. تشاو.